السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم القرص الفلاحي بأبسط الطرق وهتعجبكم وجميلة وموفرة بالنسبة لغلاء الأسعار كمان اللي فيه. ربنا يلطف بنا ويرحمنا برحمته يا رب. احنا معانا لو انت عندكم لبن قاطع او لبن رب، بس اهم حاجة اللبن القاطع ما يكونش مر. لو مر ارجوكم ما تستعملوش لانه بيعمل امراض وحشة، وربنا يحميكم ويحفظنا ويحفظكم يا رب. فالوقت احنا معانا كوباية لبن رايب اهي. تمام. عادي لو هنكمل بمية مفيش مشاكل. ومعانا هنا 5 كوبايات دقيق، معانا عليهم رشة ينسون ورشة سكر ومعلقة كبيرة خميرة، كيس خميرة بمعنى اصح، عشان احنا في الشتا كمان فعايزين خميرة اكتر عشان ايه تخمر بسرعة. وهنحط 5 معالق سمنة وعليهم معلقتين زيت. هنقلب الكلام ده كله مع بعض وان شاء الله هوريكم العجين. مع الكمية طلعت قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. هنفردها هوريها لكم ان شاء الله بعد ما تخمر ان شاء الله ونسويها مع بعض. يا جماعة العجينة بعد ما خمرت هنقطع بقى القرص، هنكور الكورة وهوريكم اديتنا كمية قد ايه. الوقت اهو يا حبايبي، اهو بصوا عملنا منه زي بوريك وعملنا منه القرص العادية ماشي. بس البوريك هنا بتقللوا العجينة بتخليها رفيعة خالص. وفي سر هقول لكم عليه، اما تحطها في الفرن بعد ما تستوي وتحمر اللي هو دوت او القراقيش، مش البوريك، اسفل القراقيش. بعد ما تحمر هتروحوا ايه، يعني تبقى لسه مصفرة حاجات بسيطة، روحوا دافين عليها علشان ايه ما تبقاش ما تبقاش طريه، تبقى ناشفه محمصه منها فيها في الفرن. بس متسيبهاش تحمر قوي عشان تاخد هتدفع عليها يبقى لسه في الفرن سخن. لا انتوا خلوها ايه يعني تدفع عليها وهي لسه بيضه شويه. وان شاء الله يعجبكم الفيديو ان شاء الله. اهو اللي طلع من القرص اهو اهي. بسم الله ما شاء الله. بصوا جميله خالص. وعملنا كميه قد ايه، وعملنا برضك شكل الدوناتس منها نفس العجينه برضو. تمام اهوت كده. اصور لكم ده برضو عشان تشوفوه اهو. ايه رايكم؟ اهو القرص اللي عملناه. بص الكميه قد ايه، كميه محترمه يعني ان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله هنخلص الكميه وهوريكم برضك القرص اهي. بس انا كنت عايزه اوريكم هي تبرد بس اهي. بصوا 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 هشه فوق ما انتوا تتخيلوا والله. بصوا عامله ازاي من جوه. هقول لكم واضحه في الكاميرا. بصوا طريه خالص. على كنت تعجبكم ان شاء الله. متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك. وان شاء الله برضك ايه هوريكم البوريك لما يطلع، قصدي القراقيش اسفه، هوريها لكم وهتشوفوها ان شاء الله. وبالنسبه للدونتس ممكن برضك لو عايزين تقلوه اللي عايزين تخلوه في الفرن تخلوه في الفرن، عايز تحطوا على العسل اللي انتوا عايزينه. بس هنسوي وهوريكم يا جماعه القراقيش بعد ما استوت اهي. بصوا ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. مش بقى تعملنا لايك واشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.